في ناس بتنام هادية وقارئة القرآن ومتوضية، وأول ما تغمض عينيها بتبدأ الكوابيس والأحلام المرعبة والصور الغريبة، ويصحوا كأنهم مناموش وتعبانين ودماغهم مش بتفصل وقلوبهم مقبوضة وحاسين بالخوف. طيب، ممكن نعرف الأسباب عشان قدر الإمكان نتجاوزها، وفي الآخر نشوف العلاج. أول حاجة، القلق المكبوت. الشخص بيكون مش حاسس بتوتر ظاهري، لكن جواه مشاعر وأفكار جوه العقل الباطن لسه مأثرة عليه. ده بيكون بسبب ان هو مر مثلا بتجربة مؤلمة وما تعافاش منها، عنده مخاوف من المستقبل، ضغوط متراكمة ومعبرش عنها بالكلام. كل ده بيتراكم عنده في اللاوعي، وأول ما بينام كل ده بيظهر. رقم 2، الإرهاق الذهني أو العاطفي. حتى لو الجسم هادي زي ما قلنا، العقل بيكون مرهق، وده بيكون بسبب تفكير مستمر طول النهار، فالعقل بيكمل تفكير طول الليل. محاولات مستمرة لضبط النفس طول اليوم، وكمان كبت المشاعر باستمرار. طيب، ممكن الكلام ده متعلق ببعضه ان هو نفسية مثلا، في تجربة مؤلمة او في تفكير طويل ودماغنا مش بتفصل. حاجة بقى مهمة وهي رقم 3، مشاكل في النوم نفسه. يعني زي حاجة اسمها اضطراب حركة العين السريعة. اضطراب حركة العين السريعة دي معناها ان المفروض الإنسان أول ما بينام جسمه بيهدى وعقله بيفصل، ولكن اللي بيحصل هنا إن العقل بيفضل شغال طول الليل، وأحيانا كمان الجسم بيتفاعل معاه. فعلا في ناس مننا وهي نايمة وهي بتحلم بكوابيس أو بتشوف حاجة مخيفة، جسمها بياخد رد فعل، بيعمل حركة معينة، ممكن يقع، ممكن يخبط حاجة، ممكن يتكلم. فده ممكن يخليه يعمل حركات فجائية في النوم، وكمان ممكن لما بيصحى بيكون لسه حاسس بالخوف. طيب، رقم 2 من مشاكل النوم، اضطراب التنفس أثناء النوم. يعني ايه؟ بيحصل توقف بسيط ومتكرر في التنفس أثناء النوم، ده بيخلي المخ يصحى كل شوية بدون ما يحس. ده برضو بيأثر ان نومك بيكون متقطع وغير مريح وفي إرهاق. من علاماته برضو ان في نعاس شديد طول اليوم، ان في كوابيس بالليل، يبقى ده بسبب المشكلة في النوم. طيب، بعد كده في عادات يومية خاطئة احنا بنعملها، دي بتأثر في نومنا بشكل خاطئ. زي ان احنا بناكل قبل النوم مباشرة. المفروض قبل النوم يعني اقل شيء ساعتين كده ما ناكلش، ما نتعرضش لإضاءة موبايل قبل النوم. برضو قبل النوم بساعة مثلا نسيب الموبايل خالص. وفي ناس مش عاملة روتين منظم قدر الإمكان للنوم، بتنام في أي وقت وبتنام بأي طريقة وفي أي مكان. لا، لو عملنا روتين كويس، زي ان بنام في مكان معين في وقت معين بوضع معين، زي ان انا عامل اضاءة، مشغل قرآن، ايا كان نظامي ايه، النظام برضو بيفرق. رقم 5، في عوامل لها علاقة بروحنا شوية، ان احنا بقى مثلا ايه، ما بنقولش الاذكار، او ان احنا مش بنغير في المكان اللي احنا فيه. يعني مش بنعمل حاجة تخلي عندنا طاقة كده او تحسن نفسيتنا، زي ان احنا نهول الأوضة مثلا اللي بننام فيها، نرتبها وتكون نظيفة قبل ما ننام. كل ده ممكن يفرق معانا. وطبعا من الحاجات المهمة جدا واللي هتيجي في العلاج ان شاء الله، قراءة الرؤية الشرعية طبعا لما نحس بالأعراض اللي بتأذينا دي. طيب، في ناس كده قالوا ان موضوع الكوابيس ده والاحلام المرعبه لها تفسير من الجانب النفسي. قالوا ان الكوابيس المستمره علامه على ان في حاجه جوه الشخص ده لسه مش مفهومه. زي ما قلنا، هو عنده مشكله جوه، او تجربه او حاجه شغلاه ولسه مش متفككه، فده مخليه عنده شعور بعدم الامان. هو محتاج يتكلم عن الحاجه دي. احيانا يا جماعه وبجد الكتمان ده شيء سيء جدا. الحاجة اللي جوانا لما نتكلم عنها، حتى لو مش مع حد، حتى لو مع نفسنا، لو نكتبها في ورقة، لو نقعد كده في خلوة كده ونتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، لما نتكلم عن الحاجة دي بتريحنا. ممكن عافانا الله، وده موجود طبعا، ان الشخص ده يحصل له الكوابيس بشكل متكرر بسبب عين او حسد. كل ده موجود بسبب تقصيره هو في الصلاة وفي القرآن وفي الأذكار. طيب، نبدأ بقى نشوف العلاج. أول حاجة طبعا معروف إن احنا نبدأ بيها العلاج في الدين، لأن سبحان الله كل ده مذكور في القرآن وفي السنة. فمطلوب مننا إن احنا نقرأ آية الكرسي، سورة الملك، المعوذتين 3 مرات، الإخلاص 3 مرات، ونقرأ أذكار النوم كاملة، وننفخ على نفسنا وعلى السرير، ويعني ننفس في ايدينا 3 مرات كده، وعلى جسمنا وعلى السرير، وننام على الجنب الايمن، ونشوف ايه اللي مطلوب في السنة نطبقه. طيب، انا مثلا بنسى الاذكار، اكتبها في اعمل حاجة زي الملصقات اللي بنحطها على الحيطة، او اي حاجة جنبنا بالقرب من السرير، او عينينا بتيجي عليها قبل ما ننام،
او لو انت خلاص كده كده من الناس اللي مش بتسيب الفون، مع انه افضل يعني قبل ما تنام بشويه تكون عامل منبه، لو او بتنام في وقت معين مثلا يفكرك بالاذكار، حاطط خلفيه معينه، اخر ابلكيشن هتدخل عليه اعمل نسخ الاذكار. يعني في حلول كتيره جدا تفكرنا بالموضوع ده بالقران وبالاذكار. طيب من الخطوات اللي هتريحنا نفسيا جدا ان احنا نكتب قبل النوم اي حاجه مضايقانا في ورقه، اي حاجه بنفكر فيها وشغلانه طول اليوم، اي مشكله اي حاجه سابقه قبل كده وما اتحلتش، نجيب ورقه ونكتب ونفرغ دماغنا. اللي بيحصل فعلا زي ما قلنا في الاول ان دماغنا في دوشه، في افكار كتير، في زحمه جوه، هو عايز يفصل شويه، عايز نفرغ منه كل البلاوي اللي جواه دي. تمام. فنجرب بجد، الكتابه كويسه جدا من غير فرطرة. أصل أنا مش هقدم مقال لدكتور في الجامعة، اكتب كل اللي جوايا من غير تنظيم للكلام، بأي مشاعر بأي أسلوب. ممكن نجرب حاجة اللي هو اسمه تأمل التنفس، ان احنا نركز في نفسنا، شهيق وزفير، ونحاول نضبط النفس. ممكن الموضوع ده برضو بيحصل لنا بسبب مثلا نقص فيتامينات عندنا، او ان جسمنا في حاجة مثلا محتاجة تتعالج. فمن الحلول البسيطة ان احنا مثلا ناخد مغنيسيوم، نشرب حاجات اللي هي مهدئة شوية، يعني مثلا اللي هو الأعشاب او الشاي. يعني في شاي تقريبا اخضر، في حاجات معينه ممكن نبحث عنها. ممكن نعمل رياضه بسيطه خلال اليوم او حتى قبل النوم، ده برضو عارف اللي هو تحس ان جسمك همدان خلاص ما فيش طاقه، فهتنام نوم مريح. نحاول ناكل اكل صحي قدر الامكان، لان السكريات الكتير والحاجات دي كلها برضو بتاثر بالسلب، فندخل ولو جزء بسيط مثلا من السلطات او الحاجات المفيده في اكلنا، خاصه قبل النوم. بقى قبل النوم تاكل مثلا زبادي، تاكل سلطه، اللي هي الحاجات الخفيفه، فاكهه، الحاجات اللي مش هتاذيك. لو الكوابيس دي للأسف عافانا الله وإياكم مزعجة ومستمرة، رغم كل الحلول ورغم كل ال الأسباب اللي انت عرفتها وحاولت تحليها، ممكن بقى في الوقت ده مثلا تزوري طبيب، سواء أخصائي معين أو طبيب نفسي يحل المشكلة دي. إن شاء الله ربنا يعافينا يا رب ويخفف عنا جميعا.